صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين يا سريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة روحي وما ملكت يميني وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردى وجهت سلامي إليك يا من بعيد أقصى ومن قريب أدنى عبدكم وابن عبدكم وابن أمتكم الذليل بين أيديكم والمضعف في علو قدركم جاءكم مستجيرا بكم لائذا بكم راثيا لكم باكيا عليكم تمسك بكم آمنا من لجأ والتجا إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أفغانها كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أفغانها فأغضبت الله في قتله فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها ترجل للموت عن سابق لاحظوا كم هو الأدب رفيع والبلاغة ما أروعها عند هذا المحقق السيد حيدر الحلمي. الشعراء يقولون خر الحسين وقع الحسين تعظم
عفر الحسين. سيد حيدر يقول: ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها. كأن المنية كانت لديه فتاة كحسام وكعلي وكبقية شهدائنا. كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل فرسانها. فبات بها تحت ليل الكفاح طروبا نقيبة جذلانها. وأصبح مشتجرا للرماح. يا ويلي تحل الدماء منه حرانها. عفيرا متى عاينته الكمى يقتطف الرب ألوانها. فما أجلت الحرب عن مثله سريعا يجبن شجعانها. تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانا. غريبا أرى يا غريب الطفوف. وياي غريبا بتشاينا هالصدف وانتم فاقدين شباب. ريحانة ذبلت قبل أوانها. ارجعوا قبل سنة. على الشباب عفيرا متى عاينته الكمى يختطف الروم ألوانها. فما أجلت الحرب عن مثله سريعا يجبن شجعانها. تريب المحيا تضم السماء بأن على الأرض كيوانها. توسل خديك كثبانا لا غسلوا لا غسلوا
اقرب روحي انا معزي. مرمي 3 ايام لا جهاز ولا انشار، رجله علينا بقلب واغي ودمع حمار، سعاينا فوق الوطية فراشه النار، والجسد ما ينشال حن وظل محتار، كل ما رفع جانب توزع جانب وطار، من حيث جسمه موزعين افطاعن الارمار، خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجه صار، يا ابوي شايف نشيل جسمك يا ابن الاطهار، حيرتني بين شجمع وصالك يا مبرور، هذه الجفوف مقطعة والصدور مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والراس يشخر بالانصار، جابوا لقيت عتبارية وجمع اوصاله، لفه عسى عين العمى ودنان وشاله، حتى وسط قبره وتخاصر والحنانه، شمر بنحره والله ما يرجى استعرنا، بعدنا واكثر بعدنا واشوف الدموع اجت صار توفيق. ويلي ويلي ولا لقضي يا ابويا بالبجاء، ليل ونهار مثلك شباب ويا مثلك ما شفنا تشفنينا في البواري، من عقب ما تبقى 3 ايام فوق الثرى وسترات، يا ابويا بألف الاخبار، ويلي اريد انشتك ماي شربته يا دفار، قلب لو دفنت حسين احسان عطشان، ظل يدك ثاني الولي ردا علي عطشان، خيما شرب قطره
للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. سيكون الدم الزكي لواءً سيكون الدم الزكي لواءً لشعوب تحاول استقلالا ماتوا القاتلين لا ماتوا القتلى يسيرون للخلود عجالا. اخوتي واحبتي ابنائي، اردت تقدمون قدام شويه حتى اللي يدخلون من الخارج عندهم سعادة. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سوف أختصر قدر المستطاع. أريد أيها الإخوة الأحبة أن أضيف إلى معلوماتكم القيمة حقيقة من حقائق الطرف. وربما مرت عليكم وسمعتموها مرارا وتكرارا، لكن غايتي من طرحها في هذه الليلة أن أربطها بالذكرى السنوية لشهيد الوطن وشهيد الإسلام وشهيد العزة والكرامة وشهيد الحقوق المشروعة، وهو الذي استحق هذا العنوان بكل جدارة واقتدار، استحقاقا رائعا. ولعل الذي وضع هذا العنوان في هذه اليافطة وفي غيرها من اليافطات أدرك إخلاص هذا الشاب أو إخلاص هذا الصغير في عمره ولكن الكبير في عطائه. عندما أقول الكبير في عطائه يقولون أو يقال أيها الأحبة والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الحسين نعمان أرخص نفسه لا لمطمع من مطامع الحياة، لا لكرسي ولا إلى شهرة ولا إلى مال ولا إلى وجاهة، أرخص نفسه حبا في وطنه، حبا في الأرض. العنوان الذي استحقه هذا فارس الميدان إلا ما أنا أخطأ، وهذه الكلمة تحمل في حياتها الكثير. الحقيقة التي سوف أذكرها لكم هي من ضمن الحقائق التاريخية في كربلاء الحسين. وهل استلهم هذا وأنا
والأجيال التي مرت أو الأجيال التي مضت والأجيال القادمة هل استلهمنا هذه الروح وهذه العزة وهذه الكرم إلا من الحسين الذي زرع في أنفسنا هذه العزة وهذه الكرامة وجعلنا نرخص أرواحنا في سبيل الله هو الحسين عليه السلام. غاندي محرر جزيرة شبه القارة الهندية التفت لي يا سيدي بارك الله فيك. طرد الاحتلال البريطاني من شبه القارة الهندية. لعلكم رأيتم صورا لغاندي محرر الهند محرر وطن من الاحتلال البريطاني. لو قيل لغاندي اصعد الميزان بقياس وزنك 42 كيلو. بنية جسدية هزيلة ولكن قائدة مظفرة. استطاع هذا الصعلوك في بدنه الهزيل في قواه أن يقاوم الاحتلال البريطاني في عنفوان شموخه وغروره آنذاك. بماذا؟ مر بطف كربلاء. ما زار كربلاء. أنتم زرتم كربلاء ومنذ نعومة أطفالكم في مؤسسات الحسين وعاشقكم الحسين قلبا وقالبا وما تغالون على الحسين. أقولها لك بكل سبب. أنا أربي عيالي صغاري على هذا المبدأ. بابا يما تحبين أكثر لحسين لو أبوك تقول لحسين والله حق الحسين ولي نعمته. ازرع في نفس طفلك وصغيرك هذه النعمة أو هذا المبدأ الرائع. أيهما أكثر تحب؟ أنا أبوك اللي أصرف عليك أربيك مسوي لك بيت أوديك المدرسة تعب عليك أو الحسين؟ علمه أن يقول الحسين. وغاندي ما زار كربلاء. لا ما راح كربلاء ما زار كربلاء كما زرتموها أنتم أو البعض منكم الآن قد حزم حقائبه يريد أن يتوجه إلى كربلاء. إنما قرأ هذا الرجل المناضل المجاهد قرأ أحداث الطف ومر بها. ما استخلصه من قراءته هذا العنوان. إذ قال غاندي فيما نقل عنه واشتهر به أو اشتهر به هذا الرجل تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. يا موالي كان مع المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء 1500 رجلا. احنا الآن في المأتم هذا ما نغطي العدد ما عندنا 1000 يمكن الحريم ممكن بس احنا الآن بنظرة خاطفة ما نغطي ما نجي 1500. الحسين كان معه ليلة عاشوراء 1500 رجل. هذا غير 18 شخص من أهل بيته هذول خلهم على كتر على جانب. الحسين خطب في هؤلاء خطبة. هناك كتاب يباع في المكتبات اسمه وثائق الطف فيه كل خطب الحسين. الخطبة التي خطبها الحسين في أصحابه عند غروب الشمس من يوم تاسوعاء. من ضمن الفقرات التي تضمنتها تلك الخطبة أن قال الحسين عليه السلام هذا الليل قد غشيكم جبلا فاتخذوه جملا. من غروب الشمس إلى قبيل الفجر من يوم عاشوراء كم
6 ساعات 7 ساعات ما أدري. على كل حال بمقدور الإنسان أن يقرر مصيره في هذه الفترة الزمنية الواقعة من غروب الشمس من يوم التاسوعاء إلى قبيل الفجر من يوم عاشوراء. فقرر الكثير منهم بدأ الانسحاب بين التبعات والأكمات وهنا وهناك، وتفرق القوم عن الحسين. كم بقي مع الحسين؟ 72 رجلا. 72 يا مواليد. هل كافية أن الحسين يواجه بها جيشا عرمرما؟ صفوا لنا يا سيد حيدر الحلي. قال: ملء القفار على ابن فاطمة جند، وملء قلوبهم يحل بجعافل بالطف أولها وأخيرها في الشام متصل. قال: وكالوحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها. انسحب يا الله، انسحب من هذا الصراع. كل الموازين والقوى ليست في صالحه. معك 72 رجلا والخصم هناك يزحف نحوك بكم؟ ب30,000. أيها البارعون، أيها الأذكياء، يا من تحافظون على دراستكم، يا من تبيضون وجوه آبائكم بتفوقكم، اتوني يا أحبتي، يا أهل الجامعة، يا أبناء الجامعة، يا أبناء الثانوية، يا أبناء الإعدادية، يا أبناء الابتدائية. 72 إذا بنقسم 400 على 72، عندنا كل واحد من رجال الحسين لازم يقابله 400 رجل. لو كان هذا أقوى الأقوياء، بطل الأبطال، فارس الفرسان، يقدر يواجه 400 رجل. رجل أعزل الحسين أصحابه يقاتلون بماذا يا أحبتي؟ بالجري، ويقاتلون بعضهم بالسيوف، وبعضهم على ناقة، وبعضهم راجل، وبعضهم على فرس، وبعضهم بالحجارة. أعطيك أنا كم سيف عند أنصار الحسين يوم عاشوراء عند رجاله؟ عندهم 32 سيف. شيل 32 سيف من 72، البقية يقاتلون بالعصي. وهناك جيشا مدججا مسلحا. انسحب يا أبا عبد الله، اطلع من كربلاء، سوف تقتل أنت ومن معك. خلي الحسين يقولوا العراقيين الحسين ما عراقي، ما تقدر تتحجج بدون أصحابه. قال لهم الحسين: ومن هذا عليك أن تعشق الشهادة كما عشقها الحسين نعمة، وكما عشقها حسام الحداد، وكما عشقها أبناء هذا الوطن. إذ قال الحسين لأصحابه: إن القوم ليس لهم طلب غيري، ولو قتلوكم ما قنعوا بذلك. غاية القوم أنا، ولو كنت في جحر هام من هوام الأرض استخرجوني منها وقتلوني. ايش قالوا دول 72؟ قالوا: لا نخليك أو نخلي الأعادي تتهادى رؤوسها عن ضلعها. فلذلك استحقاقهم شنو؟ بأبي يا ابناء صدر، يا آل صدر، تبتشايين. هذا الجيل ممكن جيل 20 سنة وجيل 15 سنة
مرت على هذا الماتم رجال، شفناهم رجال بهالماتم وبقية مآتم صدق. مشهورة صدق في النياحة في معاشر الخطباء وأنا أقلهم. إذا يسألون أين المصر الذي يخرج نقول لهم صدق، نقول لهم دارج ليش، نقول لهم كرانة، نقول لهم مجابر. قرى تميزت بالبكاء على الحسن. الصادق شو يقول؟ بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتني. بالك لا أقول لك أعطيك صراحة، أنا ما جاء أحد. هاي القضية ما تحتاج مجاملة. أوفى الأوفياء وأنبل النبلاء وأشرف الشرفاء هم هذول القرابين. تركنا أنا ومن يماثلني والله والحسين. يا ريت أنا شعر في بدني هذا الذي زهقت بنفسه من أجلها. لكن اعطونا نموذج له تشابه أو ترابط بين علي حسين نعمة. قال القاسم بن الحسن يقول لعمه ليلة عاشوراء واقف على يمين عمه ويبسط للحديث. التفت له عمه بني كيف ترى الموت؟ قال عم معك أم مع غيرك؟ تفرق له لا؟ تفرق يا أحبتي له لا؟ معك أم مع غيرك؟ قال معي. قال أراه أحلى من العسل. بعد علي الأكبر طلب منه أبو الشيخ علي الأكبر يسمع الحسين، يسمع أباه يحولق ويسترجع. يقول له أبتا لم حولقت واسترجعت؟ قال بني عل لي فارس أو خطف بي خاطف يقول لي القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. شوف هالولد الله لا يوع قلبك على ولد. اسأل اللي تلوع قلبه على ولده حتى لو رفع راسه، بس الظنا عزيز يا عمي، الظنا حشاشة كيوف. الله لا يلوعك على ظناك وعلى حشاشة كيوفك. مو ذولا الحسين بأبي وأمي. شوف استوى. يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال أولسنا على الحق؟ قال بلى يا بني. قال إذا لا نبالي بالموت وقع علينا أم وقعنا عليه. خصوصا إذا الولد مدلل وعزيز وقمري وجميل. إذا فقده صعب يا عمي. وأنا قلتها مرارا في التأبينات. روح أنت الليلة وتصفح الصور هذه سوف ترى كل هؤلاء ورود وغصون وجميلين. فلذلك انقض الحسين يقول حميد بن مسلم رأيته كالصقر المتكسر أجنحته. أبو عبد الله أنت قمة الإيمان والورع. على هونك قال لا ولدي 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 وراح له ولده. ايش سوى الحسين؟ فلذلك ليش واحد يصيح على ولده وتمنعه؟ لا، اقول لك اذا ما بكى ما صاح هذا خاف عليه. البكاء رحمه. فلذلك الحسين كيف تعامل
عمل مع علي الأكبر؟ قال وضع خده على خده وقال بني علي على الدنيا بعدك الآخرة. الصادق يقول لولا خروج عمتنا زينب لمات الحسين بن علي الأكبر. بس شلون طلعت لزينب؟ تدري شلون؟ الخطباء ما يجيبونها. يقول نظرها وهي حافية القدمين تعدو على الرمضاء كم عن ولد. قال له بني اعذرني بروح لأمك ما اقدر اشوفك هكذا. احنا جايين نعزي، جايين عندنا جمعة. صح انتم متعبين من المشي اليوم، بس هذا موقف. اليوم سجلتم موقف والآن تسجلون موقف، بس اليوم موقف للوطن والآن موقف عند الحسين. قل له يا أبا علي أنت قدوتي في الحياة وأنا أضمن جراحي بك يا أبا عبد الله. اي والله انما تضمد الجراح بالحسين. اذكرها دائما يا موالي، لا باس بها. انا شفت ولد ممكن عمره 11 سنه، الا في الاولاد هنا عمره 11 سنه يتصور نفسه في هالعمر. شفت ولد عند الحسين جالس ساجد والدموع قد غطت الرخام، يبكي وهو ساجد. والله نقعت مية على راسه. احد الاخوه المؤمنين كان الى جانبي، حط كفه على راس هاي الولد، رفع راسه دموع. قال له ولدي تبكي ليش؟ قال ابكي على الحسين. من وين جاي انت يا ولدي؟ قال انا جاي من الديوانيه. قال له تمشي كم يوم؟ قال 16 يوم امشي. قال له جاي للحسين. من باب عاطفه بعضنا طلع الى مبلغ، قال له شو تريد تسوي؟ قال له هديه. قال له لا انا لا انتظر منك ولا من غيرك، انما جئت امشي على قدماي حافي القدمين ارجو شفاعتها. رحتون كربلاء لو لا؟ قال له راح كربلاء بيساعدني اكثر. لازم مروكم عند مقام علي الاكبر. اللي راح مقام علي الاكبر ما مشى من المقام الى الخيام. انت تصور ابو شايل ولده، شايل ضناء على صدره من هالموضع الى الخيام، وشماتة عدو وجيش قد احلق به من كل عدم وصوب. يقول كنت السواد لناظري فعليه يبكي الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليه كنت احاذر. ابو ضج موالي ارجوك يا ابني، يا ابني شغال العم تاك. أمه تريد هالأبيات، أنا ما خاطري يعني أدي أحد، لكن أمه تريد هالأبيات. يا ابني شغال العم تاك لو موجودين هنا. يا ابني شغال العم تاك لو سايلت لا
شيبتني يا ابني. اعطيك روايه كده، الروايه تخليك تتفاعل اكثر. سكينه تقول طلعنا ويا ابويا من المدينه في ليله ذات برق ورعد. يقول لمعت البرقه، شفت ابويا على فرسه كريمه مخلوطه بياض وسواد، لكن يوم جاب اخويا علي الاكبر شفت لحيته ما فيها ولا شعره سوداء. شيبتني يا ابني وخليت القلوب ما فطور من عمك العباس ضارع عليه ما سكينة وزينب وليلى يندمون، شافوا متخضم بدمه ومغمض اللهم تسمعني ها، وارجو للاخوات شوي يراعونها حتى لا تتأدها. قوم العزيز يغمض عينه يا ليلى عن حرة الرمض المدلل، ها المدلل. قوم يا صوتك أكبر يا نور. طلعت تدق براس أقبالك ما يفرطون أمهاتنا، أمهات الشباب ما يفرطون في ثياب أولادهم، لا. فلذلك الشفة تغدي وتروح الشفة الثياب وتقبضها. يقول له ولدي ضناي أبالي ما زوجاك ما عرسها، أبى أفرح فيك أشوف عيالك، تاريخ أبى تظنوني يا ولدي. طلعت تدق براس والصيح يا الأرض المدينة يا عزيزة من يوجه ولدي وياي أكبر يا نور العين. بعد الحسين بيتكلم الآن، شوف كلام الحسين شلون يصوب القلب. يا ابني قوم وشوف أبوك حسين ظل وحده يبكي عليك ودمعته تجري على يلا شيلوا يا ابني قوم وشوف ابوك
سووا إحصائية إذا أنا مو أغلبهم أساميهم علي ما أدري ليه. سويناها بكربلاء شوي هزت العالم أرجوك كأنك تخلف على الحسين جاي تخلف على الحسين وهذول عيال الحسين يا أخي والله القضية تكسر الخاطر شبابنا ارفع ايدك وانت وياك ارفع ايدك فديتك يجيك الآن هدوء بعدي ارفع ايدك عليه جامدة شوي اللي صح قدامي هالريال الآن بقرا الدمعة جامدة عنده يقول سند حطها بصدر وانحنى عليه شوف دفء الأبوة الله يحفظ أباك خلى خد على خد ولده يقول شاف الأكبر الحسين شاف الأكبر ابتسم ثم بكى قال بني لما بكى ثم تبسم قال بويا 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 بكيت أو تبسم لأن جدي قد سقاني أنا رويت بويا خلاص شنو اللي بكى قال اشوف جدتي فاطمه ايد مخلتنها على صدرها وايد تلطمنها على راسها يا ابوي يا ابويا من
السماع يمك ونيناك ومن شبحت لعين الموت إلى 20 ما وصلنا سنينك وحاتفني عداك الدهر لك شرار. خليكم في البكاء